نصيحة ليك، نصيحة ليك. في نصيحة ليك منظر اليوم يحكي لنا على ترتيب العلاقات. كيفاش ترتبوا علاقاتكم؟ تفضل منظر. يلزم ترتيب العلاقات. علاش؟ برشا مشاكل تحصل لنا، تحصل للناس الكل، خاصة في المجتمع التونسي، جراء عدم حسن ترتيب العلاقات. شمنتها ترتيب العلاقات؟ كل شخص شنية طبيعته، كل شخص وين ينجم يمشي معك، واحد خطوة، واحد متر، واحد 3 متر، واحد يمشي معك كيلومترات. انت وطبيعة الشخص غالبا ما يكون عندنا نظرة مثالية. نظرة مثالية يعني الشخص نحبوه يتوفر على كل الخصال وكل الفضائل، وكأننا نحن عندنا كل شيء إيجابي. مش صحيح، كما نحن عندنا سلبيات الآخر عنده سلبيات. لكن في علاقتنا بالآخر ندخلوا في برشا تخلويف. فما علاقة فيها بعد وجداني، فيها بعد متاع إنسان يعجبك من الناحية الأخلاقية، يعجبك في روحه، في النفس متاعه كما نقولوها بلغتنا التونسية. فما إنسان تعمل عليه، صاحب مواقف، إذا قال لك نمشي معاك في أي موضوع راهو إلى الآخر، يمشي معاك ويحترم التزامه وما يتقلبش، حتى إذا كان تغيرت المعطيات ما يقلبش الفيستا، ما يسبكش. ولد أصل كما نقولوا. حشاكم على الصباح فما شكون قليل الأصل، يقليل الأصل وتدخل معاه أنت في مشروع ولا تدخل معاه تعرف وأنت تتفرج فيه تلقاه إنسان نذل. حشاكم. دونك علاش أنت هو معروف ريبوتي أنه ما عندوش لا أصل لا مبدأ، قلاب فيستا، وتدخل معاه في شركة من بعد تولي تتشكى وتتبكى. هذا التوانسة وتصير هذه من بعد تلقاهم في نزاعات. إنسان تلقاه كذاب. ما نحكيش على الناس هذاك عندنا منه نرجعوا ديما في مواضيع نرجعوا. أما فما إنسان تلقاه كذاب بلوفر، تلقاه منتها من الناس اللي يحبوا ياسر المظاهر. ما تلومش من بعد وقت اللي انت تدخل السيد هذا لفضائك العلائقي، ما تلومش تقول والله يفضحني قدام الناس، والله يكذب برشا، وكما يقول صديقنا طاهر انه ياكل برشا تريسيتي. دونك ما تجيش تقدموا في علاقات هامه نتاع عمل والا علاقات اجتماعيه عائليه وتقول والله السيد هذا والله يفضحني قدام الناس، يكذب والناس ما انت فايقه به، وانا رصات لي يعني وجهي احمر وحاشم وفي حاله من الخجل الشديد. دونك لازمنا نرتبوا العلاقات، شمانتها نفصلوا ما بين العلاقات. مش بالضروره نقدموا ناس كل. بارفوا انسان عنده موعد في قهوه باش يحكي مع انسان تتخلط المواعيد، الناس ما تهضمش بعضها، تجمعهم انت في قهوه تولي نبزيات، تولي مشاكل. وهذا راهو صالح للرجال وصالح للنساء. فما ناس يعني يعرفوا يرتبوا علاقاتهم. هذاك علاش تلقاهم ناجحين إلى حد ما. هو فاش ناجحين في تجنب المشاكل وفي تجنب الصدامات اللي ممكن أنها تحصل بطريقة لا إرادية على غير إرادة. زوز يجتمعوا، أنت صاحبهم همزة الوصل، ما يهضموش بعضهم، ما تتعداش الكورونا باس با. نفس الشيء في الخدمة زي في العمل، يعني ناس ما تهضمش بعضها، تنافق في بعضها. علاش؟ يلزم يناقش ويلزم يطرح معاه موضوع اللي يعرفوا يقلقوا. ما هو يا كنت صديق زاد ونشوفوهم حتى في الادارات. بارفوا تدخل في اداره انت عندك خدمه وعندك شيء من هذا القبيل، فهمتني، ولا معلومه، تلقى ناس تتشاجر. علاش؟ وهما زملاء. علاش يتعاركوا لانه بور لا سامبل ريزون انه فما واحد تلقاه بليد برشا هكا بروفوكاتور، ما عنده ما يصنع في الدنيا، يلزم يطرح الموضوع اللي يقلق الاخر. يعرفوا انه يتقلق في موضوع متاع كوره ولا موضوع حتى شخصي ولا موضوع متاع ذوق، والانسان يعرف انه الانسان عنده مشكل حتى مع ذاته يساموز، فهمت، لا لو بروفوكي برا. عاد من بعد شنو هي النتائج؟ وبارفوا توصل حتى للعنف. دونك يلزمنا نتجاوزوا العفويه في السلوك. ما فماش عفويه يا جماعه. عفوي مع الانسان العفوي، باهي مع الانسان الباهي، والانسان الخايب نتجنبوه، نحيدوه، نخرجوه من مجالنا العلائقي. ماكش مضطر انت باش تسلم على الناس كل وكل صباح في اطار. ديما نحن نأكدوا على مسألة الشعور الإيجابي والإنرجي بوزيتيف هذيك متاع أنه الصباح نكونوا بشوشين ونصبحوا. مش معناتها بالضرورة نبداو في حالة من السذاجة القصوى ونسلموا على الناس كل ونبوسوا الناس كل والناس كل باهية. لا، مش الناس كل باهية. كونوا شوية واقعيين. on garde les pieds sur terre. شكرا ليك منظر، كانت هذه نصيحة ليك.
نصيحة ليك. نصيحة ليك. منظر حكى لنا على الكذاب، على قليل الأصل، على سمعهم لنا الكل. يعني عملت لنا تشكيلة باهية منظر. التشكيلة هذيك نشوفوا فيهم يوميا، نشوفوا فيهم ريالمون عندنا أزمة علاقات، وفاء عندنا أزمة علاقات، وهذاك علاش نحن في علاقات باش يقعدوا يعني تشوف فيهم كل يوم باش يقعدوا موجودين. راهو الفئة هذيك ما تعرف كيفاش تصنف، ما تقربوش. ربي يرحمها فاطمة مساحة قالت اللي فيه طبة ما تتخبى. اي شو طبة يعني زايد. هو طبة بركة ما تقولش عليه. عرفت الوحدة نتاع نتاع الشطرنج هذيك، رقعة شطرنج كل 4 متر. لا، والعلاقات علاش تفسد هي؟ لأنه نحن نخلطوا، عندنا برشا تخليط. يجي في قاعده ولا انيفرساري يحط ناس ما يهضموش بعضهم، ومن بعد يولي يهرب الجاتو. دوك واحد يعيش وحده خير. لا، رتب. يلا شكرا ليك. 6:58 دقيقة نخليكم مع موعد الأخبار، نرجع لكم إن شاء الله بعد الأخبار نحكيو سياسة، اقتصاد، ثقافة، اجتماع، كل ما نجم يهمكم تلقاوها معنا في برايم تايم حتى 9 متاع الصباح.